سناني بتسوس كتير، اعمل ايه؟ هقول لكم الحاجات اللي بتخلي سنانكم تسوس كتير عشان تتحاشوها، لان الحقيقه it's your job، يعني اللود عليكم انتوا. اول حاجه الشوجر انتيك، يعني انا بستهلك قد ايه سكر في الدايت بتاعتي. حلويات كتير، فازي درينكس اللي هي المشروبات الغازيه كتير، انرجي درينكس كتير، وانا عارفه انها موضه وانها الناس عايشه عليها، ارجوكم خفوا اللعب شويه عليها. الحاجه الثانيه الستيكي فود، كل اكلي فيري سوفت وستيكي وحاجات كده هوت، كل ده هيترسب بين السنان. حاجه كمان هي ان احنا يكون عندنا ريقنا ناشف طول الوقت. الريق بيعمل واشنج اواي او بيزيل اي حاجات عالقه على اسناننا، فاللي عنده دراي ماوث او ريقه ناشف بصفه مستمره هيبقى التسوس عنده كتير. الريق الناشف ده ممكن يكون له اسباب، يعني مثلا تنفس من الفم نتيجه ان عندي الجيوب الانفيه مسدوده، عندي حاجه اسمها اوبن بايت، سناني بعيده عن بعضها، طيب ما في تقويم، في اسباب خارج ارادتنا، اخذنا اشعه على المنطقه دي فانتاج اللعاب من الغدد اللعابيه قل، فساعتها الدكتور بينصحني وبيقول لي انه لازم ابقى ماشي بازازه الميه على طول. في كل الاحوال الى ان نحل المشكله او لو ملهاش حل بنمشي بازازه الميه، وناخد بالنا من الهابتس بتاعتنا، ازاي بننظف سناننا، الخيط الطبي بين الاسنان بيستعمل ولا لا، الخله نو، الخله لا خالص، لكن خله للاسنان ارجوكم بتوسع المسافات وبتعمل مشاكل. عندنا الخيط الطبي، عندنا فرشه ما بين الاسنان، عندنا حاجه اسمها ووتر بيك او ووتر جيت بتتجاب، كل دي حاجات جميله ومناسبه جدا للتنظيف بين الاسنان. ننظف كويس، نقلل الشوجر، نتاكد ان بقنا على طول لوبريكيتد وفي ميه ونشرب ميه كويس، ونزور دكتور الاسنان كل 6 شهور لو سمحتوا لمصلحتكم، عشان لو حاجه بتبتدي نلحقها من بدري.